مساء الخير. اهلا بيكم في حكايات مصرية. الحكاية المرة دي حكاية مصري، بس المصري ده كان في ألمانيا. هو صلاح المصري. صلاح ده أبوه كان نفسه قوي إن ابنه يطلع دكتور. طبعا هو هنا ما جابش مجموع طب اللي يأهله إنه يخش دكتور. فأبوه قال له لا، أنا هبعتك ألمانيا تدرس هناك الطب، هبعت لك الفلوس اللي أنت عايزها. فصلاح راح سافر ألمانيا على أساس إنه راح يدرس طب. طبعا عشان يدرس طب في ألمانيا لابد يتعلم ألماني الأول، وبعد كده يتعادل بشهادة الثانوية العامة، وبعد كده حكاية كبيرة قوي، عايزة استعداد معين، وعايزة شخص يكون عنده قدرة إن هو يذاكر ويستوعب ويعمل ده كله. فصلاح لقى نفسه عمال بيذاكر وبيروح وبيجي وما بيعملش حاجة. طبعا ابوه اتأخر عليه في بعت الفلوس، فاضطر ان هو ياخد بارت تايم شغل، اشتغل في مطعم. اشتغل في مطعم عشان يجيب فلوس عشان يدرس. هو بيدرس الاول عشان يخش الطب، لازم الاول يعملوا له شهادة ان هو يكون معاه الماني. ثانيا هيبتدوا يعادلوا الدراسة بتاعته بالالماني. المهم في النهاية بقت حكاية طويلة قوي بالنسبة له، وهو الحكاية بقت صعبة جدا عليه. المهم حاول حاول حاول، لقى نفسه مش قادر، ولقى نفسه ناجح قوي في المطاعم والحاجات دي. قالك طب انا اللي يخليني اخش في مجال انا مش قده، انا مش عايز، ابويا عايز كده لكن انا مش عايز كده ومش قادر على كده كمان، حتى لو انا عايز انا مش قادر. المهم سلك في الطريق ان هو في المطاعم، وفعلا بدأ يخش يشتغل في مطعم ومطعم كمان، وبدأ ياخد في هناك بحاجة اسمها الجرين كارت. المهم بدأ يبقى صاحب مطعم، وبعد صاحب مطعم بقى صاحب مطاعم، وبعد طبعا بيعمل بقى هو اجتهد في المجال ده ونجح فيه جدا، فبدأ يمشي فيه. طبعا ابوه ما يعرفش، ابوه فاكر حاسس ده كله ان هو بيدرس كلية الطب. مرت سنة واثنين وثلاثة وعشرة وصلاح مرجعش. صلاح عايش هناك في ألمانيا، وبدأ ينقطع حتى اللي أبوه إن هو مراسلة بينه وبين أبوه وبين ناسه. بدأ ما يردش عليهم، هم ما بيبقاش يعطوا له فلوس. المهم في النهاية صلاح اغتنى جدا جدا واتجوز ألمانية وعاش في ألمانيا وغير مسار حياته خالص، ورجع بقى لبلدهم وهو واخد جنسية ألماني، معاه زوجة ألماني، ومعاه فلوس وعربية ومنظر. وراح لأبوه. أبوه استقبله استقبال صعب جدا. أنا بعتك عشان تدرس طب، مش بعتك عشان تروح تتجوز وتعيش وتعمل مطعم وتعمل. أنا مش عايز فلوس، أنا عايزك، كنت عايز تاخد طب. قال لي يا بابا ما قدرتش، ده صعب قوي، صعب عليا، ما قدرتش أنا. مش ان انا ادرس طب خالص، انا ما قدرتش ان انا ادرس في المطاعم وفي الحاجات دي انا ممكن ادرس فيها واكبر فيها واعمل حاجات كبيره، لكن انا الطب دي عايزه ناس معينين يكونوا قادرين على كده. فاحنا عيبنا ان احنا نبقى راسمين لاولادنا طريق معين. المفروض احنا ما نرسمش الطريق ده. الطريق ده يترسم بمقدرة الولد نفسه وقدراته. كل انسان عنده قدرات معينة. انا ما اقحمش ابني في مجال هو مش قده، ده حرام. حرام. لازم نشوف ملكاته واهتماماته وهو نابغ في ومش نابغ في فدي قصة صلاح اللي خلتنا ان احنا لازم نعرف مقدرة اولادنا وهم عايزين رغباتهم
مش رغبه الاب نفسه ان هو عايز كذا. لا، الاب ما يعوزش حاجه، انا المفروض ما اعوزش حاجه، انا المفروض يتوجه هو حسب مقدرته وقدراته وميوله، مش حسب رغبتي انا ان انا عايز ابني يبقى دكتور. دي غلطه بيقع فيها اباء كتيره. لا لكن لا، يعني صلاح اتجه انه يبقى مطاعم وكده وبدا الراجل بقى راجل كويس. في غيره ممكن كان يتجه اتجاه اوحش. فايه، فاحنا لازم ناخد بالنا ان احنا لما نيجي نوجه ابنائنا نوجههم حسب ميولهم وحسب قدراتهم وحسب الايه اللي هم عايزينه، مش اللي احنا عايزينه. وده الغرض من القصه بتاعت صلاح المصري اللي عاش في المانيا.